ايه هو بقى التارجت اودينس اللي الناس كلها بتتكلم عنه؟ دول الناس اللي عندهم احتياج وانت بيبقى عندك الحل، وده بيتوقف عليه البيزنس كله، لان انت لو مش محدد دول صح البيزنس والماركتنج هيخبطوا في بعض، وهتفضل تصرف فلوس كتير جدا في الاعلانات وانت مش عارف انت المفروض تصرفها على مين. اول حاجه وهي الديموغرافيكس، وهي العمر، النوع، دخل، تعليم. يعني من الاخر كده لو بتبيع تامين معاشات مش هتروح تستهدف الشباب اللي لسه عندهم 20 سنه. طيب وايه هي بقى تاني حاجه؟ السايكوجرافيكس، ودي بقى من الاخر كده اللي هي اللايف ستايل، بيهتم بايه وايه الحاجات القيمه بالنسبه له. انت هنا بقى بتدور على فئه اوريدي عندها قناعه مش احتياج. وتالت حاجه وانا بشوفها الاهم اللي هي البيهيفير، لان السلوك من الاخر كده هو اللي بيكشف ان العميل ده جاهز يشتري دلوقتي ولا مش جاهز يشتري. يعني مثلا لو هو راح من اسبوعين او من شهر فات يشتري شوز للجري، ده هنا بقى احنا بنصنفه مش مجرد واحد مهتم بالرياضه والجري بس، ده هنا داخل لايف ستايل كامل. فطبيعي جدا ممكن يبقى محتاج الابل ووتش او محتاج مكملات غذائيه او اكسسوارز معينه هو يعرف يستخدمها في اللايف ستايل اللي هو داخل عليه، فده بيبقى عنده قوه شرائيه ان هو يشتري مره واثنين وثلاثه، لان كل الحاجات دي بتكمل بعض. رابع حاجه وهي الجيوغرافيكس، يعني ما ينفعش ان انت تكون فاتح مطعم مثلا في القاهره وتروح تستهدف الجمهور اللي في اسكندريه، او تقول انا بعمل براند اويرنس لكل الناس اللي في مصر. يعني مش منطقي دلوقتي، يعني على حسب الستيج اللي انت فيها انت ممكن تحتاج تعمل كده، بس ده في اخر الفانل بتاعك مش في البدايه. فمهم جدا وانت لسه بتبتدي تبقى عارف انت واقف على انهي ستيج عشان تعرف تختار انت المفروض تعمل ايه. وهو ده بشكل مبسط كده التارجت اودينس، اللي فاهم جمهوره وهو صاحي هيعرف يبيع لهم وهو نايم. فلو انت عايز تعمل ماركتنج صح لازم تختار التارجت اودينس بتاعك صح.